ابني عنده 3 سنين وبيمشي على أطراف صوابعه طول الوقت، هل ده طبيعي ولا دي علامة خطر؟ بصراحة كتير من الأطفال الصغيرين بيعملوا كده في مراحل معينة من حياتهم، بيبقى جزء من الاكتشاف الحركي خصوصا بين سن 1.5 و3 سنين. ولكن لو الطفل عدى سن 3 سنين ولسه دايما ماشي كده أو بيمشي كده ومعاها تأخر في الكلام أو التواصل البصري ضعيف، لا يبقى لازم تقييم. المشي على أطراف الأصابع ساعات بيكون جزء من سمات طيف التوحد أو مشاكل في العضلات أو الأوتار. الخلاصة لو ابنك بيمشي كده ساعات بس إنما بيتواصل كويس وبيتكلم طبيعي، غالبا مفيش قلق إن شاء الله. لكن لو ده أسلوب المشي الأساسي، استشيري طبيب أطفال أو أخصائي حركي. أنا دكتور يوسف، استشاري طب الأطفال، وبكرة هنتكلم إن شاء الله عن طفل بيتكلم بس مش بيقلدك، وده مهم جدا. تابعوني.